يا رجال، الغريب يسأل فينا، انت جاي تسأل صاحب الدار عن داره. الصحراء كلها ملكي، أولى بسؤالك اللي تغربوا عن دورهم وخربوا أرضنا ودارنا. قوم، قوم شق طريقك لمكان السؤال. قوم يا غريب، سل الغريب. الحق يا ريس، لقينا جثة جديدة عند البوابة. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. عمر الرجل الكبير، المحقق عمر. لا 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 لا. أهلا بيك في الأوضة، أنا المحقق عمر، ولو ما تعرفنيش في ناس غيرك تعرفني، ويشرفني إنك تكون واحد منهم. اشترك بقى في الأوضة وساعدنا في حل القضايا، ويلا بينا نكمل قضيتنا ونعرف إيه اللي بيحصل في أرض المحجر. الدنيا مقلوبة في المحجر، الناس كلها بتجري ناحية البوابة يشوفوا الجثة اللي ظهرت. وصلت هناك وفعلا كانت جثة لشاب باين من هدومه انه من عمال المحجر. شاب كان في وضع غريب جدا، فكرني بوصف الست حنان لابنها محمد. عينيه مبرقة وبقه مفتوح وجسمه متخشب. الغريب بقى ان جسمه متخشب على وضع غريب جدا. مادد دراعه اليمين قدامه وفاتح صوابعه كأنه كان بيستنجد بحد يلحقه، وملامحه كلها فزع ورعب. منظر مش سهل أبدا وغريب. واللي لاحظته كمان إن نص جسم الجثة اللي تحت لازق فيه الرمل زيادة عن اللزوم، ومختلف تماما عن النص اللي فوق. وده دليل إن النص ده كان مدفون في الرمل فترة زمنية مش قليلة. وقتها جه في بالي على طول كلام الريس معتمد عن الرمال المتحركة. لكن لو فعلا دي رمال متحركة اللي قتلته، هتموته ازاي وهو ما غرقش فيها بالكامل؟ وحتى لو، فهو ازاي خرج منها وازاي وصل لهنا؟ سألت على طول مين اللي لقى جثته. نطق واحد من أفراد الأمن وقال إنه كان واقف على البوابة وسمع صوت حركة غريبة، وصوت كان لشخص بينازع، صوت مكتوم خارج بالعافية. في البداية افتكروا حيوان من حيوانات الصحراء. لما زاد الصوت اتحرك فرد الأمن اتجاه الصوت كام خطوة جنب الجدار الرملي، وبيضرب كشافه على الأرض لقى جثة الشاب. جري عليه ينقذه وشاله ومشي بيه لحد البوابة. لكن في الحقيقة الحالة اللي كان فيها الجثة مستحيل تدل إن الشخص ده مات من دقايق وكان عايش وبينازع جنب البوابة. كلام فرد الأمن ما يخشش العقل، في شيء مريب بيحصل هنا. الريس معتمد كان واقف جنبي، سألته لو اتعرف على جثة الشاب، وكان متأثر جدا أو بيمثل إنه متأثر، وقال لي إنه يعرفه طبعا، ده عبد الستار، كان أحسن العمال هنا وكان مختفي من امبارح، وزمايله بتقول إنهم آخر مرة شافوه كان بعد ورديته، وقال إنه مخنوق من القعدة هنا وعاوز يطلع يتمشى بره المحجر شوية. ولكن من تعب الشغل محدش من زمايله رضي يطلع معاه، ودي مش أول مرة يعملها عبد الستار. عبد الستار كان يحب يتمشى بره المحجر كتير ويقعد لوحده في الصحراء. أنا ياما حذرته، الصحراء يا ابني ملهاش كبير مهما كنت مين، ما تخرجش بره لوحدك ولا في أوقات زي دي. سيادة المحقق، دي أهم حاجة بنقولها لكل العمال هنا. أول ما بيوصلوا في المحاضرات بنقول لهم ما تخرجوش بره المحجر، الصحراء ملهاش أمان يا أخوانا. بس تقول إيه في الدماغ بتاعت الشباب؟ ليه بس كده يا عبد الستار يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ كلامه ما دخلش ذمتي بمليم. حذرتهم محدش يقرب من الجثة وطلعت بره البوابة. اتجهت للمكان اللي وصفه فرد الأمن إنه لقى فيه جثة عبد الستار. في خلال طريقي لبره البوابة لاحظت إن في نوعين من الخطوات، خطوات متجهة معايا في سكتي لبره البوابة، وخطوات تانية عكسها راجعة للبوابة.
والخطوتين دول متشابهين جدا للحذاء اللي لابسه في رجليه فرد الأمن. الخطوات اللي كانت راجعة للبوابة كانت باينة إنها غارزة في الرمل بشكل أعمق شوية، وده دليل على تقل وزنها، وده بيطابق كلام فرد الأمن إنه خرج لوحده، شاف الجثة وشالها ورجع بيها. ولحد ما وصلت لنقطة معينة انقطعت فيها الآثار دي عرفت إن ده المكان اللي كان فيه الجثة. بصيت على الطريق من كل الاتجاهات، مفيش أي آثار أقدام. طيب الراجل ده جه منين؟ وصل للنقطة دي ازاي ومفيش أي أثر في المكان غير آثار فرد الأمن المتجهة للبوابة؟ بدور بالكشاف ولاحظت هنا على الجدار الرملي اللي جنب مكان ظهور الجثة آثار غريبة على الجدار، مش آثار أقدام ومش قادر أحدد إيه هي بالظبط، لكنها آثار متكررة بنمط واحد من بداية الجدار من فوق لتحت. وهنا فهمت اللي حصل. جثة عبد الستار اترمت من فوق الجدار، يعني اترمت من جوه المحجر، واترمت في الوقت اللي كنت فيه عند التل الكبير وهكشفهم. يعني المجرمين الكلاب دول كانوا مجهزين نفسهم متوقعين اني ازور التل الكبير قبل ما اوصل، ومحضرين جثة يشتتوني بيها، فاكرين نفسهم اذكياء لكنهم خلاص وقعوا. الكلمة الأخيرة دي قلتها بصوت عالي وأنا بفكر مع نفسي، ولقيت صوت جنبي بيرد عليا ويقول: لسه ما وقعوش للأسف، هما مش هيقعوا بالطريقة دي، المجرمين دول لازم نثبت عليهم جريمتهم، اللي بيحصل هنا أكبر بكتير من جثة عبد الستار. أنت مين؟ أنا إسماعيل، وأنت المحقق عمر اللي الشيخ محسب وعدني بوصوله، قال لي إن أنت اللي هتساعدني في كشف المجرمين دول، وأنت اللي هتخليني أقدر أجيب حق أخويا طه. مين أخوك وإيه اللي حصل له؟ أنت تعرف إيه؟ أعرف حاجات كتير أنت كمان لازم تعرفها، بس كلامنا هنا مش هينفع، ما ينفعش أصلا يشوفوني واقف معاك ومشاكين فيا بقالهم حبة. أنا عارف مكان الكرفان اللي محضرينه علشانك، فأول ما توصل هناك هتلاقيني دخلت وراك، نتكلم هناك أحسن. دلوقتي سبقني وروح لهم عند البوابة الحقهم قبل ما يدخلوا جثة عبد الستار للدكتور بتاعهم أرجوك. كلام إسماعيل شدني، واضح إنه فعلا يعرف حاجات كتير، وبقى لازم أسمع منه الأول قبل خطوتي اللي جاية. وصلت للبوابة ومنعت الدكتور بتاعهم إنه يقرب من الجثة، عملت اتصالاتي وبقى في عربية إسعاف في الطريق للمحجر تنقل عبد الستار لأقرب مشرحة. وصلت العربية في نص الليل، ومجموعة من العمال شالوا عبد الستار نزلوا بيه من على التل العالية اللي ما قدرتش تطلعها العربية. وفي الوقت ده جه في بالي سؤال للريس معتمد اللي كان جنبي ومتابع كل الأحداث. قلت له إن لما الطريق ده ما بتطلعوش العربيات، أمال عربيات النقل الضخمة اللي بتطلع وبتدخل من عندكم محملة دي بتمشي منين؟ قال لي بمنتهى الثقة إن الصحراء دي ليها ناسها والسواقين بتوعنا خبرة، وإن في أكتر من طريق يوصل للمحجر. كان نفسي أطبق على زمارة رقبته وهو بيتكلم، مش شايف قصادي غير شخص مجرم كل اللي بيطلع منه كذب، لكن لسه معيش الدليل. افتكرت مقابلتي مع إسماعيل وتمالكت أعصابي واتجهت للكرفان بعد ليلة مرهقة ولسه ما انتهتش. أول ما دخلت بقيت منتظر وصول إسماعيل. عدى حوالي ربع ساعة وبدأت أسمع حركة حوالين الكرفان. مسكت سلاحي واستعديت، وفجأة الشباك اللي في ظهر الكرفان بيفتح وبيدخل منه إسماعيل. اتأسف لي على طريقة دخوله، لكنه قال لي إن دي الطريقة الوحيدة علشان محدش يشوفه. وقعد إسماعيل وبدأ يحكي لي كل حاجة. أنا وصلت هنا من حوالي شهرين تقريبا. أول حد قابلته في المكان ده كله كان الطفل مرزاق، دوقني من إيديه أجمل كوباية لبن دوقتها في حياتي. بعدها على طول قابلت الشيخ محسب، الراجل الطيب اللي حس بيا وحس باللي جاي علشانه. قعد يتكلم معايا ولقيت نفسي بحكي له عن كل حاجة. حكيت له عن أخويا طه كان شغال في المحجر من حوالي سنة، كنت بتحايل عليه ياخدني معاه، لكنه كان بيرفض على طول وبيقول لي إن الشغل هنا صعب وإن لسه بدري عليا. طه كان بيكلمنا على طول
وكان كل اجازة بينزلها يحكي لنا عن كل حاجة بتحصل معاه. بس في حاجات ما كانش بيحكيها قدامهم، قدام اهلي ابويا وامي، كان بيحكيها لي انا لوحدي. كان بيقول ان المكان ده غريب، وان عدد كبير من العمال شغالين ورا التل العالي، وان اصلا معظم شغل المحجر ومعظم المعدات اللي هنا بتكون موجودة ورا التل. وباقي العمال واللي طه كان منهم كان ممنوع حتى يقربوا من التل بأي شكل من الأشكال. وكان واقف هناك عدد كبير من الحراس المسلحين على مدار الساعة بيمنعوا أي حد يقرب. وكمان كان بيقول لي إن كل العمال اللي شغالين هناك ليهم سكن معزول عن باقي العمال اللي في المحجر، عاملين ليهم مكان كده خاص بيهم لوحدهم مليان بالخيم، معزولين عن عمال المحجر. كان صعب جدا واحد من العمال اللي هنا يتواصل معاهم، والريس معتمد كان كل فترة يجمع عمال المحجر ويقول فيهم خطبة يشجعهم فيها انهم يجتهدوا ويثبتوا نفسهم علشان يبقوا زي زمايلهم ويشتغلوا في أرض التل العالي. وكان أي حد يسأل الريس معتمد ايه هو الشغل اللي ورا التل، الريس معتمد يرد ويقول ان ده شغل للرجالة اللي بجد، ويكمل معتمد بتشجيع العمال وبوعود بفلوس أحسن وحاجات تانية كتير. المهم إن محدش يسأل ونركز في اللي بنعمله، وإن شغل المحجر ده هو اللي بيوصلنا لشغل التل. أخويا كان بيسمع الكلمتين دول ويتحمس قوي للشغل، وفعلا بقى هدفه مع الأيام إنهم يختاروه إنه يشتغل ورا التل العالي. وفضل طه بيحلم وهو كله فضول يعرف عن اللي بيحصل ورا التل. وفي يوم من الأيام طه كان مقرر انه هيتكلم النهاردة مع واحد من العمال اللي شغالين في التل، وفعلا وقف واحد منهم وهو متجه للخيمة بتاعته. طه بيحكي لي انه اول ما وقف الراجل ده شافه اتوتر جدا، لكن طه بالطريقة فضل يجر معاه كلام وهو في طريقه، وعزم عليه بسجاير وبدأ يحاول يفهم من العامل اي معلومة. لكن كل اللي قاله ان الشغل هناك خطر جدا ومش اي حد يقدر عليه، وانه لو قال له اي حاجة تاني هيتأذي. كان بيقفل معاه الكلام وكان عايزه يمشي طول الوقت. وفي اللحظة دي طه لقى اللي بيشده من كتفه كان واحد من أفراد الأمن المسلحين. قال له انت ممنوع تكون هنا ولا تتكلم مع حد منهم، حذره وزقه بعيد، وكانت طريقته وحشة جدا. طه اتضايق وبقى مصر أكتر يفهم اللي بيحصل. وفي ليلة من الليالي خلص طه شغله آخر النهار وراح على خيمته، وفي وسط دوشة الموقع وصوت معدات العربيات اللي ما بتقفش طول الليل فجأة طه لقى كل الأصوات دي سكتت وبقى في صمت غريب في المحجر. طلع لبره الخيمة وأخد كام خطوة بره لنقطة يقدر يبص منها على التل العالي، وشاف وقتها حاجة غريبة جدا. طابور كبير من الحراس شايلين توابيت خشب نازلين بيها من التل العالي وبيحملوها في عربيات. طه حكالي اللي شافه ده في التليفون وهو بيكلمني، وبعدها بكام يوم لما كلمنا مرة تانية اتكلم معايا، طلب مني اني اقعد في مكان لوحدي لان الكلام اللي هيقوله لي ده ما ينفعش حد غيرنا يعرفه. ولقيته بيقول لي انهم اختاروه للشغل ورا التل العالي. اترعبت من الخبر وفضلت اقول له انه ما يروحش طبعا وما يوافقش، لكنه كان مصر وقال لي ان دي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يعرف بيها اللي بيحصل ويكشف السر اللي هنا، ايه اللي مخبيينه ورا التل العالي. ودي كانت اخر مرة اسمع فيها صوت طه اخويا. بعدها بكام يوم رجع لنا في صندوق خشب زي اللي شافه. ما قدرتش اقعد في البيت اتفرج على اهلي وهم مقهورين عليه، اتحركت على طول وجيت علشان اشتغل في المحجر. جيت علشان اعرف الحقيقة واعرف ايه اللي حصل فعلا لطه. وفي شهرين بس ليا هنا شفت فيهم العجب، شفت حاجات تمشي العقل. الناس اللي بتموت هنا ارواحهم مش مرتاحة ابدا، مش كل اللي بيموت بيرجع لأهله، وكل العمال اللي في المحجر دول موجودين بس علشان يبقوا مكان الجثث اللي بتطلع من ورا التل العالي. الشغل كله والأسرار كلها موجودة ورا التل العالي. اسماعيل، انت في كلامك ليا بره قلت لي انك اول ما جيت هنا قابلت الشيخ محسب وقالك اني هوصل هنا وهساعدك. الشيخ محسب يعرفني منين وعرف منين اني هوصل هنا؟ وايه اللي يعرفه الشيخ بالظبط عن اللي بيحصل هنا؟ الشيخ محسب يعرف كل حاجة، هو اللي بيساعدني من اول ما وصلت، لكني ما بقدرش اطلع منه معلومات صريحة. الشيخ محسب دايما مخبي حاجة، عنده سر وقالها لي قبل كده بصراحة. قال ان السر ده هيطلع لصاحبه وهو لسه ما وصلش، لكنه كان بيدلني وبيحذرني وعرفني على طريق يوصلني للتل العالي من بره المحجر، لان الناس دي هنا عمرهم ما يخلونا نوصل للتل العالي مهما حصل. هم مجرمين ويقدروا يعملوا اي حاجة، عشان كده
في طريق من بره المحجر، طريق صعب شوية وخطر، لكن الشيخ وعدني انه هيساعدني في الطريق ده، وحذرني اني مطلعش الطريق ده غير في الوقت المناسب. ما كنتش قادر احدد ايه هو الوقت المناسب ده اللي بيتكلم عنه، لكني فهمت بعد ما انت وصلت وبعد اللي لقيته امبارح في الجبل. ايه اللي لقيته يا اسماعيل؟ وانا في وردية الشغل امبارح كنت في الكسارة، وده المكان اللي بنكسر فيه الصخور الكبيرة في الجبل. وانا بكسر في عز الشمس ظهر من بين الصخور شيء عكس ضوء الشمس في عينيا، ولما الرؤية وضحت اكتشفت ان اللي في ايديا ده دهب. الارض اللي بنخرج منها رمل وحصى وصخور فيها دهب. دهب يا سيادة المحقق، أرض المحجر فيها دهب، وفيها كمان سر كبير هنكشفه في الحلقة الجاية والأخيرة أنا وإسماعيل في رحلتنا للتل العالي. الحلقة الجاية هيتكشف فيها كل الأسرار المستخبية في أرض المحجر، وهنعرف إيه حكاية الجثث اللي بلع الرمل. حكايات ومفاجآت أغرب من الخيال. خليكم معانا، الملف لسه مفتوح.